كله سواء فوق وتحت بقى صعب جدا جدا، والتنبؤ باي حاجه مش معروفه، سواء انت بتلعب في ملعبك او بره ملعبك ما بقتش فارقه الفرق اللي جايه. نادي الاتحاد طبعا هو جاي واحنا فاهمين كويس قوي ان هو جاي مركز، وان الماتش ده بالنسبه له عنق زجاجه، وان وان جابه هيبقى معاه دفعه كويسه لان هو يستمر في الدوري. واحنا نفس الكلام برضه، احنا موقفنا برضه صعب مش سهل، واجتمع بينا سيادة اللواء عبد المنعم، وحسينا على ان لازم نجيب الثلاثة بونت عشان نبقى مستريحين في المباريات اللي بعد كده. كل الفرق هتقابل بعضها، سواء اللي مهدد بالهبوط واللي بيلعب على البطولة. فالماتش ده بالنسبه لنا احنا كمان عنق زجاجه، يعني الجيش ربنا كرمه وفاز وعدانا، والجونه عدانا. فالمساله الماتش النهارده يبقى صعب جدا جدا. الاصرار والعزيمه والروح هي اللي هتفرق ما بين الاتحاد والانتاج الحربي. ان شاء الله معانا نادر سعد، ومعاه بره زميله علي حجازي، ومعايا الجون تالت برضه، هو مش تالت، هما الاثنين الثلاثه واحد. يعني معايا نادر، معايا عبده شعبان، معايا علي حجازي، الثلاثة على مستوى كويس الحمد لله، ويمكن بشهادة الناس، بس هو التوقف اللي حصل بتاع الثورة شوية يعني كده، ولكن إن شاء الله بنرجع ماتش وبعد التاني لياقة المباريات بتيجي، واحنا يعني أملنا كبير في ربنا سبحانه وتعالى إن هو يكرمنا بإذن الله.